بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نبدأ ونستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج لقاءات مع نجوم مرئية وغير مرئية. ضيفنا اليوم غامة إعلامية مميزة من الإذاعة الرياضية FM 104، الأستاذ حذيفة آدم عيسى، كبير المذيعين في الإذاعة الرياضية ومدير إدارة البرامج الرياضية. تعالوا بعد نتعرف من هو حذيفة. أهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل متابعيك عبر هذه القناة. حذيفة آدم عيسى، من مواليد منطقة حفاية الملوك، 1987، المراحل التعليمية: مدرسة الحفاية الجنوبية بنين، الثانوي المدرسة مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية، الجامعة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، كلية اللغة العربية. نحن سعيدين بالاستضافة دي ولنا الشرف. حذيفة يعني ما شاء الله من الناس اللي هم كانوا في الإذاعة الرياضية منذ فترة طويلة. لأن نعرف أستاذ حذيفة كيف كانت بداياتك في مجال الإعلام؟ حقيقة الإعلام هو في المقام الأول عموما، يعني هو موهبة زي كرة القدم. الواحد لما دائما ربنا يكون حباب بواحدة من المواهب المختلفة، بيطورها من خلال الممارسة ومن خلال التدريب. يعني حقيقة رغبة الإعلام هي أو موهبة الإعلام يعني من فترة طويلة، لكن حقيقة ما درست إعلام. كنت دارس للغة العربية في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، ومن خلال التدريب ومن خلال وجودنا في الورش والمعاهد والمراكز، يعني قدر الواحد إنه يطور من نفسه في جانب الإعلام ويثقل نفسه في جانب الإعلام، وبالتحديد في قسم الأخبار والبرامج السياسية، لأنه دائما بيقول لك المذيع لازم يكون هو قارئ للنشرات الإخبارية، لأنه نعلم تماما أن هنالك فرق بين المقدم للبرامج وأيضا المذيع. المذيع هو القارئ للنشرات الإخبارية سواء كان رياضية أو سياسية، ومقدم البرنامج هو الشخص اللي بيقوم بتقديم البرنامج. جميلة حذيفة. أي زول في البداية طبعا بتواجههم صعوبات، يعني نعرف كيف الصعوبات اللي واجهتك وكان لك دعم. حقيقة الصعوبات يعني هي من الأشياء اللي بتواجه أي شخص، لكن رغبتك الأكيدة وحبك للمجال اللي أنت يعني حابب إنك تتقدم فيه، بتحاول بقدر الإمكان إنك تتخلص من هذه العقبات. يعني بدايتي أول عقبات يعني الحقيقة كانت هي عائق أو وقفت يعني عقبة في طريقي جانب الإعلام، لأنه جانب الإعلام أنت بتقدم رسالة سواء كان عبر الأجهزة المسموعة أو عبر القناة أو عبر الصحف. لازم تكون ملم بالثقافة العامة، لازم تكون أنت قريب للحدث. وقبل ما نمشي للأشياء دي كلها، يعني في حاجة اسمها ثقافة عامة، في حاجة اسمها الشجاعة الأدبية. لازم تكون هي حاضرة الشجاعة الأدبية، لأنه من خلال وجودك ومن خلال إطلالتك ومن خلال يعني انك دار تسلك الطريق الفلاني، لازم يعني الشجاعه الادبيه تكون هي حاضره، لان انت من خلالها بتقدم نفسك تقديم بصوره يعني يليق بالمؤسسه اللي بتعمل فيها ويليق بنفسك. يعني لانه اذا فقدت الشجاعه الادبيه اكيد بتكون في هزه في المذيع سواء كان في شاشه او في اذاعه. يعني فالشجاعه الادبيه هي عامل رئيسي. الثقافة العامة برضه هي من العوامل الرئيسية. الإلمام، يعني تكون زول شغوف وعندك القابلية إنك تعرف كل كبيرة وصغيرة عشان ما تمشي بخطوات ثابتة، لأن الإعلام يعني مجال كبير بضم عدد كبير جدا من الشباب المميزين، الشباب المبدعين. بعد ده بيبقى شنو؟ بتبقى الحكاية عليك أنت كيف تقدر تتفوق على البقية. التفوق بيأتي من خلال ثقافتك، من خلال إلمامك. ولما نتحدث عن إنه نقول الإعلامي هو سفير دولته، أكيد يعني هذه المقولة لها دلالات ولها معاني. جميل حذيفة. طبعا حذيفة زي ما متعودين في الإذاعة الرياضية يعني من المذيعين المميزين، المذيعين المحبوبين بشكل خاص في الإذاعة الرياضية. لأن نعرف كيف كان بدايتك في الإذاعة الرياضية بالضبط؟ حقيقة قبل ما أتي للإذاعة الرياضية كنت قاري للتقارير بالإذاعة السودانية. أنا ذاك كنت طالب في السنة الثانية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. من قارئ التقارير تحولت مباشرة إلى تلفزيون النيلين. قبل ما يبقى فضائي كان هو أرضي مع قناة الخرطوم أو تلفزيون الخرطوم قبل ما تبقى قناة فضائية. يعني افتكر نحن المؤسسين لتلفزيون النيلين. عملت كقارئ للتقارير في تلفزيون الخرطوم، وأيضا كقارئ للتقارير في
تلفزيون النيلين، عملت برضو قارئ للتقارير بتلفزيون السودان، ومن ثم مباشرة إلى إذاعة جامعة السودان المفتوحة. ومن جامعة السودان المفتوحة تلقيت دورات تدريبية في عدد من المحطات المختلفة، إذاعة الساهرون والقوات المسلحة. التحقت بإذاعة الصحة والحياة، وكنا من المؤسسين لهذه الإذاعة. ومن الإذاعة مباشرة التحقت بالإذاعة الرياضية في العام 11 و2000، تدرجت في عدد من المناصب المختلفة. ومع ذلك التدرج نسعى أن نطور أنفسنا أكثر وأكثر، لأنه الرسالة الإعلامية رسالة يعني تهتم بالثقافة وبالتطور وبالشهادات اللي ممكن تدعم بها مسيرتك. أيضا عملت في إذاعة دارفور كإداري في قسم الأخبار والبرامج بإذاعة دارفور 90.3، وأيضا عدد من القنوات المختلفة والإذاعات المختلفة، وأيضا الصحافة، وأيضا مدير عام لصحيفة المنصة الإلكترونية، وعدد من المجالات الحقيقة. يعني الشخص قدر إنه بحمد الله يتوفق من خلال وجوده فيها، وده بيرجع للثقافة والإلمام. قدر ما أنت تكون مثقف وقدر ما تثقف نفسك في مجالات مختلفة، بتلقى في كثير من المجالات هي محتاجة لك، بتقبلك من خلال يعني ثقافتك وفهمك وإلمامك بالمجال اللي أنت بتكون بتعمل فيه أو أنت ماشي تتلحق فيه يعني. نعم جميلة مسيرة يعني ما شاء الله، مسيرة جميلة جدا. كلنا بنعرف حذيفة في الإذاعة الرياضية في عدة برامج، كيف أصبحت أغوال الصحف، شباب أونلاين وبرامج أخرى. حذيفة، تجد نفسك مرتاح في أي برامج من البرامج دي؟ طبعا ده سؤال يعني دي من الحاجات المهمة جدا افتكر. يعني في بعض الإذاعات يعني بتكون هي يعني ماشية بسيستم التخصصية، لأنه افتكر التخصصية بتلعب دور كبير جدا. بتكون فيها جودة عالية للمحطة، سواء كان قناة أو كان إذاعة. كيف بتكون فيها جودة؟ لأنه لما نجيب زول يكون مختص في تقديم البرامج، أكيد هو من خلال حب وجوده في البرامج بيقدر يبدع لي. جبت زول في جانب الأخبار كذلك، من خلال وجوده وحبه لقسم الأخبار برضه بيبدع في هذا المجال، وهكذا يعني. من حديث يعني حقيقة أنا تخصصي أخبار وبرامج سياسية ورياضية، لكن حقيقة بلقى نفسي في أقوال الصحف. ده البرنامج المعروف على أثير الإذاعة الرياضية في 104، لكن تخصصي الأكثر وأكثر في جانب الأخبار السياسية، لأنه كان دي البداية والانطلاقة الحقيقية لحذيفة وليس في مجال الإعلام يعني. نعم جميلة حذيفة، دايرين نعرف وجبتك المفضلة حذيفة. والله طبعا دائما أي شخص بتكون عنده وجبات مفضلة، لكن افتكر الوجبة المفضلة والمتعارف عليها يعني في أيامنا العادية طبعا صحن الفول هو من الوجبات المحبة والمعروفة لكثير من الناس. يعني حتى لما تعيش لأي مكان ويجيب لك مثلا الصينية يعني خالية من وجود صحن صحن الفول، بتحس بنفسك إنه كأنه في حاجة ناقصة، لأنه تعودنا عليها وبقت وجبة أساسية يعني. وفي نفس الوقت يعني وجبة بقت موجودة في الخارج، في الدكان، في مكان عملك برضه يكون هو موجود يعني، زي ما بيقولوا صديق ملازم. البعض يطلق عليه اسم حبيب الشعب برضه. حقيقة يعني دي من الوجبات الجميلة جدا يعني، الفول والفلافل يعني دي حاجات أساسية. افتكر كل البيوت السودانية أو أغلب البيوت السودانية يعني تلقى وجبة الفول بتكون هي حاضرة في المائدة. جميل. برضو عندنا في الجانب الرياضي يا حذيفة اللي هي أندية القمة، هلال مريخ، بتشجع منو بالضبط؟ طبعا ده سؤال يعني خطر جدا. كثير من الناس بيقول لي يا حذيفة أنت هلال ولا مريخ؟ لكن طبعا أي شخص بيكون عنده لونية يعني هو بيحبها وبيشجعها يعني. لكن افتكر في مجال العمل دائما جانب الحياة هو مهم جدا، لأنك أنت بتقدم في رسالة إعلامية، لازم تقدم الرسالة الإعلامية بصورة جميلة جدا وتدي كل ذي حق حقه، الحلال تدي حقه والمريخ تدي حقه. أقول لك يعني قوم يعني في كثير من الناس للآن بيسألوا دايرين يعرفوا حذيفة لونه شنو، لكن في البعض بيقول لك حذيفة هلال، بيقول لك حذيفة مريخ. حتى في بعض الناس بيقول لك لا حذيفة بيقرا في جانب الصحف، بيقرا الصحف الهلالية بطريقة تختلف عن الصحف المريخية. والفيلم بيقول لك والله لأنه مريخاوي يقرا الصحف المريخية بطريقة بتختلف عن الصحف الهلالية. لكن أنا بقول القومية شعاري، لأنه مفتكر ده عامل رئيسي مفروض يعني يتمتع به إعلامي بيمر في جهاز
يعني رياضي عدم إبراز لونيته، وأنت مقدم عبر الميكروفون لعدد من البرامج الرياضية اللي بتحتوي عدد كبير جدا من المتابعين والمحبين للرياضة. أفتكر إنه الرياضة هي متنفس لكل الرياضيين. تمام، جميل يا حذيفة. قبل ما نختم حلقتنا، نحن على مشارف ختام هذه الحلقة، إنك تدينا رسالة أخيرة في شباب دايرين يسيروا على نفس النهج، نفس مجال الإعلام، تنصحهم بشنو حذيفة؟ والله شوف، داير أديك حاجة. الإعلام الآن لو نظرنا لكليات الإعلام موجودة في الإذاعات المختلفة، وعدد الكميات الكبيرة جدا من الشباب الدارسين لكليات الإعلام، كان عدد كبير جدا. والعددية الكبيرة الهائلة دي حقيقة في البعض اللي بيتميز وبيتمتع بخامة صوتية مميزة، مخارج الحروف. طبعا بيقول لك الإعلام يعني في عوامل رئيسية: الصوت، مخارج الحروف، الأداء بتاعك ذاته، حضورك، ثقافتك، دي من الحاجات المهمة جدا. رسالتي لكل الشباب الحابين يتقدموا في هذا المجال: الثقافة، الإلمام. يعني أنت زمان الواحد بتواجه صعوبة إنه مثلا تمشي البيت وتقعد في التلفزيون وتفتح القناة الفلانية عشان تسمع نشرة الأخبار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. كيف تشوف المذيع قعدته كيف، لغة الجسد، الحضور بتاع المذيع ذاته، القارئ للنشرات الإخبارية وهكذا. كان زمان بتفتكر إنه في صعوبة، مش في إنك تتابع الأخبار أو يعني حتى عشان تلقى لك زمن او تلقى لك فراغ تمشي تقعد وتشوف الحظ. لكن الان افتكر التطوير العملي او التدريب العملي او المتابعه للقنوات والاذاعات، برضه يفتكر دي واحده من انواع التدريب اللي ممكن من خلالها الشاب يتمتع ويقدر يقدم نفسه بصوره جميله جدا. والاحترافيه مهمه جدا. الان بقت في سياسه الاعلام الشامل. الاعلام هو بيقدم برنامج، هو قارئ للنشرات الاخباريه، هو منفذ، هو مخرج. دي من الحاجات المهمة جدا يعني دي رسالتي لكل إعلامي يعني حابب إنه يكون جزء لا يتجزأ من هذا المجال. دخلت الجامعة من أول سنة، حاول إنك تدرب نفسك، أهل نفسك. في مشكلة عبد العزيز إنه بعض الناس الواحد مجرد ما انتهى من الجامعة بيمشي بعد ده يفتش طريق الإعلام وين. لا، بتلقى المساحات بقت ضيقة جدا، ما بتلقى الجهات اللي ممكن تدعم. ليه أنت ما تبدأ من بداية إنك دخلت الجامعة؟ طور نفسك، أهل نفسك، تابع في تلفونك. التلفون بقى أي شيء، ممكن تتابع فيه القنوات، تتابع فيه الإذاعات، حتى في قنوات السوشيال ميديا الموجودة بمختلف مسمياتها، مرئية ومسموعة. الناس قدرت إنه تقدم نفسها. فافتكر إنه رسالة الإعلامية رسالة كبيرة جدا. ودائما بنقول إحنا الإعلام هو سيف الدولة، ودارين إعلاميين يعني الشباب إنه يكون الواجهة الحقيقية للإعلام السوداني في زمن نشأ فيه التطور على مستوى العالم يعني. وكثير من الإعلاميين السودانيين الآن يتمتعوا بأداء وكاريزما مميزة. الآن حجزوا مقاعدهم في إذاعات وقنوات فضائية عربية. افتكر ده هو نجاح للإعلام السوداني. دايرين إحنا المسيرة تتواصل، وأكيد هذه المسيرة حتتواصل من خلال اجتهاداتنا، من خلال ثقافاتنا، ومن خلال دعمنا لبعضنا البعض. نقيف مع كل كبير وكل صغير. يعني في كثير من الناس بيحبوا المجال، لكن بتكون في بعض الأشياء بتكون هي حجر عثري بالنسبة له. نحن لا ندعمهم، نحن ما نكسر مقاديف ونقول له لا أنت ما بتنجح أنت ما. فبيقول لك والله ده جابوا بالواسطة يا أخي. لا، شوف أي شغل بيكون بالواسطة فترة استمراريته بتكون بسيطة جدا، لأنك أنت جاي لحاجة أساسا أنت يعني مفتقد أو بتفتقد لكثير من الأشياء عشان تلقى شغلك في المجال الفلاني. فثلاثة مجالات هي ما فيها مجاملة أو وساطة: الإعلام لأنك بتواجه الجمهور، الرياضة كرة القدم أنت بتلعب برضه بيواجه الجمهور وعنده كلمة، الفنان برضه أنت بتواجه الجمهور لأنه بتكون معك أوركسترا، كيف التعامل مع الأوركسترا، كيف قبول الجمهور وهو بشاهدك برضه بشكل من الحاجات المهمة. نعم، نحن سعيدين حقيقة بالحلقة دي أستاذ حذيفة. كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة، بشكر كثير على هذه الإطلالة وعلى القناة الجميلة الحقيقة. إحنا من خلاله يعني بنشيد بالعمل الكبير وبنشيد بالضيوف اللي بيطلوا عبر هذه القناة. يفتكر إن السوشيال ميديا يعني لعب دور كبير جدا. ربما في بعض الأحيان بنقدر نقول إنه بيشكل خطر على الإعلام التقليدي، لأنه ممكن أي شخص من القناة يستضيف فيها عدد من الأشياء اللي ممكن هي تكون إضافة حقيقية للقناة بتاعته، يظهر فيها كثير من الأشياء ما هي متوفرة في الإعلام التقليدي. يعني يظهر عدد من الجوانب لشخصيات أساسا هي مهملة أو منسية، يعني ما عنده وجود في الإعلام التقليدي. يفتكر يعني الآن بقى في يعني نقدر نقول في بعض الأشياء ممكن نحن
نحافظ عليها في الإعلام التقليدي، وتكون هي جزء من إعلام السوشيال ميديا، والإعلام بتاع السوشيال ميديا يكون جزء من الإعلام التقليدي عشان نقدر نعمل موازنة. لأنه الآن نعلم تماما شكل القنوات الموجودة في السوشيال ميديا، الإذاعات، وفرخت عدد كبير جدا من الموجودين على الإعلام التقليدي كانت بداياتهم طاقتهم الحقيقية افتكر للقنوات الموجودة في السوشيال ميديا. تسلم كثير أستاذ حذيفة، أحد مذيعي الإذاعة الرياضية FM 104. إذا دي كانت هديتنا اليوم لمستمعي الإذاعة الرياضية FM 104. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، دمتم في أمان الله.